لعيبه الاهلي بتنزل قدام الزمالك خايفه وحرفيا ركابها بتخبط في بعض. والناس اللي متابعه كوره من زمان فاهمه قصدي كويس جدا جدا جدا. بقول لك ايه، تعال اقول لك على السيناريو اللي هيحصل يوم الجمعه الجايه ان شاء الله بالتفصيل. والناس اللي متابعاني عارفه ان توقعات العبد لله بنسبه 90% بتطلع صح. زي ما توقعت كده ان بيراميدز هتحط على الاهلي وقد كان. الزمالك هيلعب مع الاهلي يوم الجمعه الجايه ان شاء الله، وكالعاده زي ما الزمالك معودنا بمنتهى السهوله والاريحيه اللي في الدنيا هيكسب الاهلي. لان طبعا زي ما كلنا عارفين الاهلي بينزل قدام الزمالك خايف وركبه بتخبط في بعضها. مهما يكون الاهلي كسبان، ومهما يكون الاهلي فايق، ومهما يكون الاهلي بياخد بطولات ومكسر الدنيا، ماتشه مع الزمالك ليه مليون حسبه تانيه. لعيبه الاهلي من قديم الازل بتنزل قدام الزمالك خايفه ومرعوبه. والناس اللي متابعه كوره من زمان فاهمه قصدي كويس جدا. فبالتالي الزمالك هيكسب الاهلي يوم الجمعه ان شاء الله، ويقف الاهلي عند النقطه 44. وسيراميكا ليه ماتش هيلعبه فيكسب، وسيراميكا عنده 43 نقطه، بينه وبين الاهلي نقطه وحيده. سيراميكا يوصل للنقطه 46 والاهلي يقف عند النقطه 44، وبالتالي سيراميكا يبقى الثالث والاهلي يبقى الرابع. وسلم لي على الكونفدراليه، ونتقابل يوم الجمعه بعد الماتش.